اما انت غريب والله ما عرفنا لك. نقول لك تعال اطلع معنا فوق في مضاربات ومشاكل وضحك ونس فوق. ما غبي والله غبي، تبغى تقعد تحت معاه، ما نقربك منه ناخذك معانا ما تبغى، مغفل والله العظيم. فتيل اليوم سوى عرض، قال والله العظيم نسوي عرض في يوم التاسيس اخلي ما حد ينساه، من جد هو صادق، هدف لكم وهدف عليكم. سجل هنا وسجل هنا، بيض الله وجهك ما قصرت، وبالاخير راح يبكي يعني ما ادري انت مسوي لنا عرض ننبسط فيه ولا بتبكي ونحزن عليك؟ يعني يوم لعبوك جبت العيد. خسرنا صح قدام الاتفاق مدير الترتيب صح. حسبي الله عليكم من اللاعبين، واحد كل ابوكم الا ايمن يحيى، حسبي الله عليكم. الا جمهور مالي لك الملعب فل مسوي لك تيفو تسحب رجلينك انت وياه داخل ارضيه الملعب. لعب بدون مسؤوليه بدون هويه، ما تقدرون الشعار، ما تقدرون الجمهور اللي حاضر لكم. استحوا على وجيهكم يا اخي، تعطونا امل في البطولات بعدين تنحرونا، حرام عليكم يا اخي. قدروا الجمهور اللي حاضر يا جماعه، قسم بالله شيء يغبن شيء يقهر. حسبي الله عليكم يا شيخ. هذه طرد، اللقطه هذه طرد، الصوره عزيزي المشاهد اللي تشوفها هذه طرد على دوران، قلبه كذا عطاه احمر. يا جماعه الحكم ضدنا، حسبي الله عليك من حكم، حسبي الله عليك. الا هذه طرد، الله يقطع ابو القهر والغبن، الكل ضدنا على مستوانا السيء والحكم ضدنا، حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما يروح النصر مكان وانت مدربه ايمن يحيى افضل لاعب في الفريق تطلعه وتخلي ساديو، خايفين من ساديو ماني ولا ايش؟ مع حصانه يلعب مباراه كامله، كل مباراه يلعب مباراه كامله ولا ايش؟ ايش قاعد تقدم من ساديو ماني؟ ما فيكم احد يطلع، خايفين منه ولا وش؟ يجي الجمهور ويطلعه سلامات. ساديو لما يطلع تدخل خله ويطلع ايمن يحيى افضل لاعب في المباراه وتخلي ساديو لما يطلع يا اخي. حسبي الله عليكم من لاعبين ومن مدرب يا شيخ. سلطان الغنام اصابه، خيبري اصابه، سيما كان مو لاعب المباراه القادمه، بروزوفيتش مو بلاعب المباراه القادمه بسبب الكروت المتراكمه، دوران ما راح يلعب المباراه القادمه بسبب الطرد الكرت الاحمر اللي حصل له اليوم. من في بعد عنده اصابه؟ خيبري برضو اصابه. من المسؤول عن الاصابات اللي قاعد تصير للنادي للاعبين؟ من المسؤول؟ يعني مباراة الاهلي الحالة اوتافي ما راح يشارك، برضو اصابة. المباراة القادمة محاورنا سليم الحسن، دفاع ما عندك، لابورت برضو اصابة ما راح يلعب. شدود كلها. وين يروحون اللاعبين؟ متى يرقدون؟ الساعة كم؟ ايش ياكلون؟ من المسؤول عن تمارينهم. الفتيل انت لاعب كرة قدم مع كامل احترامي وتقديري، اللي شاهدناه اليوم مش لاعب كرة قدم يا اخي. فتيل المفروض مش لاعب كرة قدم، معليش، مع كامل احترامي وتقديري لك، معليش. فتيل المفروض كول سنتر في بنك، والله ما له دخل في كرة قدم ابدا. والله يا الفتيل يا اخي تقبل كارثي اليوم، كارثي واخطاء والله العظيم، اخطاء بدائية مرة يعني ما كأنه لاعب قاعد يتمرن مع الفريق. الو بدلاء لا يوجد، مدرب جبان. مدرب جبان. هلا والله حالتنا حالة. اي طلعت انا. كان عندنا فرصة كبيرة، والله فرصة كبيرة نحقق فيها الدوري قسما، وكل مرة تجينا فرصة الله يعطينا اياها على طبق من ذهب، يقول خذوا، نقول ما نبغى، نقول خذوا ما نبغى. يعني اليوم 25 ألف مشجع اليوم حاضر. ما في لا تقدير ولا احترام للناس الحاضرة وتعبانة مالين الملعب. يا اخي ما انت قادر يا اخي تعطي افسخ التيشيرت لا تلعب، قول انا ما اقدر، ماني قدها يا اخي. السلام عليكم ورحمة ايش هذا؟ لا سلم زي الناس، سلم زي الناس، سلم يا يرجع لحاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش فيك صار عسى ما شر؟ ايش فيك؟ انا هزمت يوم التأسيس، يعني يتذكرها، عدت المجنون يتذكرها. متى هزمتك؟ 4-1 تذكرها؟ لا والله يوم التأسيس، يوم ذاك يوم هذاك اليوم. ايوه يوم تأسيس المملكة العربية السعودية. أنا سويت زي كذا وسويت كذا كانت كذا. لا تخاف ايش فيك؟ يلا هارد لك حظوفر يا الهلال، إن شاء الله تعوضونا في الجايات. ايش فيك؟ ماني متعود مسوي، خلاص تعودت، أنت صرت سابقنا في الهزايم. يلا إن شاء الله تعوضنا في الجايات إن شاء الله. ها حبيبي امرني، رفع يدك. ها حبيبي ايش بغيت؟ تبغى تفوز؟ لا والله ما نقدر، والله ما نقدر. تبغى عشاء في عشاء، تبغى عشاء اعطيتك، غير كذا ما اقدر اعطيك برا. بعدين اظفيرك وسخ، حاولوا ننظف، ما عندكم فلوس، ما عندكم، خلصت فلوسكم. يلا شيل اصبعك على الرياض. يلا مع السلامه حبيبي، باي. يا ساتر،
مدرب الهلال جيسوس يا جماعة منزل نتيجة 4-1 في حسابه الشخصي. بصراحة جيسوس قاعد يسوي؟ هل هو بيمشي ولا في مشاكل؟ ما احنا عارفين، والله العظيم ماني عارف الحين، ماني فاهم. 4-1 تنزلها بحسابك الشخصي يا رجل، والله انه فضيحة وكارثة يا رجل. وطبعا يا جماعة هذا جيسوس نفسه اللي يقول حنا ما نتعذر بالضغط مباريات وما عندنا اي مشكلة، والان يقول الاتحاد مريح اكثر مني. يا الله. وهذا خلصنا منه قولوا له باي باي، وهذا خلصنا منه قولوا له باي باي. اتي يا ابو دمي خفيف لونك اصفر ماله مثيل، اتي يا ابو دمي خفيف لونك اصفر ماله مثيل، اتي يا ابو دمي خفيف لونك اصفر ماله مثيل. الف مبروك لنادي العميد، الف مبروك لنادي الوطن ونادي الشعب. هاردك لكل مشجع هلالي عاقل. الاتحاد يضرب وينهي آمال الهلال في الدوري ويوسع الفارق إلى 7 نقاط. أقسم بالله جابوها اليوم الاتحاد اللي جاب له الفوز جمهوره وروح فريقه. الاتحاد اليوم أعطى مثال لكل الأندية إن الروح لازم تكون موجودة داخل أرض الملعب. مبروك يا اتحاد، متعتنا يا عميد، متعتنا ومتعت الكرة الأرضية بأكملها. ألف 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 مبروك لكل مشجع هلالي عاقل. لا 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 لا، وصارت بهذه النتيجة. لا 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 يا الهلال. في البداية مبروك للاتحاد وهارد لك للهلال. أهم عنصر فرق مع نادي الاتحاد في مباراة اليوم هو حسام عوار. دائما يكون سيء والاتحاد يطلع بصورة مش ولا بد، ولكن في مباراة اليوم كان خارق. حسام عوار سوبر خارق في مباراة اليوم، فرق كثير مع نادي الاتحاد. شكله كابوس حقيقي قادم لأندية الرياض تحديدا. عيال سجل في النصر هدف الفوز، وسجل في الهلال هدف التقدم وهدف الفوز أيضا. كادش على طريقة مين دي يا عيال؟ ما تذكركم بشيء؟ لاعبين الاتحاد بعد كل هدف يسووا كذا. جمهور الهلال ايش قاعدين تقولوا لهم انتم في الملعب؟ والله يا عيال الصورة قوية، والله الصورة قوية. خلاهم الرقم 1، خلاهم أصعب فريق في الدوري. كريم بنزيما، الشغف والرغبة والروح. كريم بنزيما صنع فريق قوي، أقوى شخصية شفتها منذ سنوات في الدوري. الغزال أنا في الاتحاد ترى ماني عارف أنصف مين. الغزال، بيرغوين، ديابي هو نفسه بقى، بنزيما، حسام عوار، كانتي، الفريق كامل ما شاء الله تبارك، دانييلو بيريرا، الكل. بعد خسارة الهلال من الاتحاد بالأربعة كل الهاشتاجات كانت تخص نادي الهلال. فهد المفرج، علي البليهي، تنبكتي برا النادي، الشرط الجزاء، كل شيء كان يخص نادي الهلال. وجمهور نادي الهلال طبيعي يكون غضبان مو فقط من الهزيمة، من النتيجة. لما نادي كبير بحجم نادي الهلال يكون مرشح على كل البطولات بداية الموسم، يجي نهاية الموسم أو على نصف الموسم ينهزم من نادي الاتحاد، وحتى لو نادي كبير والاتحاد استحق هذا الفوز، ولكن مو بهذا السيناريو ولا بهذه النتيجة. 4 والهلال كان قادر يوصلها ل5، أو عفوا الاتحاد كان قادر يوصلها ل5 و6. نتيجة كارثية. هذا يدل أداء كارثي داخل الملعب. يا رجال شوف دياب الشمات يأشر لهم 4 نص المباراة ولا ما ادري متى ولا اخر المباراة كذا، اشر لهم 4. الصراحة جمهور الهلال حقه يزعل بالذات على النتيجة مو فقط على الهزيمة. تحديدا كمان انه الاتحاد خرجوا من كأس الملك، وايضا الان ابعدوا بنقاط اكثر من منافسة الدوري. هل تتوقعوا انه الدوري كذا حسم؟ جيسوس طلع بتصريح بعد المباراة يقول سنعود بشكل اقوى والدوري متبقي جدا طويل الدوري. طيب ايش سبب الخسارة يا جيسوس؟ اسمعوا يا جماعة، اسمعوا الصدمة ايش سبب الخسارة اللي قالها جيسوس. قال بسبب الارهاق وكثرة المباريات وكل 3 ايام مباراة. طيب ال4 اللي رطق فيها الاتحاد يا جيسوس، والله ما ادري ابكي ولا اضحك. ال4 يا جيسوس بسبب الارهاق ولا بسبب انك شاركت في البليهي بدأت تنبكتي؟ هذه ضريبة 8 مباريات، مستانسين حنا 8 مباريات فزنا عليكم الاتحاد، بيسوون علينا سلسلة الحين هم جديد. بدوها ب4. لا تصدق يا اتحادي بدري عليك، ما تجي نفس الثمن ابدا ابدا. مبروك الاتحاد والاتحادين، تستاهلون الفوز والله، بس لا تكثرون طقطق الله يرحم والديكم. ترى والله العظيم انها حارقه داخل. وهذه اخرة شمات يمس في الجار. انا ليش اتشمت في الجار؟ انا والله العظيم اني عارف. مره ثانيه ما راح اتشمت، بسكت لين تنتهي مباراتنا بعدين بتشمت بعدها بيومين. سؤال لك عزيزي الهلالي، ايش سبب خساره الهلال؟ ومن يتحمل الخسارة؟ وماذا يحتاج الهلال بالفترة القادمة؟ اكتبوا لي رايكم يا حلوين في الكومنت، وإضافة ولايك يا حلوين. والله العظيم ما ادري انكم زعلانين يا هلالي، ايش نسوي؟ خلنا نواسي بعض. حط لايك وسلام عليكم.
4 لا حول، والله اني اول مرة اشفق على الهلال. 4 العام تلسع فيه 8 مرات ها. مسوي العام تلسع الاتحاد 8 مرات وانت تلسعه، بس كان في أسوأ ظروفه. خلينا نقول الحق. الحين دور الدنيا، يوم لك ويوم عليك يا هلالي، ما في يوم دايم لك، يوم لك ويوم عليك. مبروك لجمهور الاتحاد وهارد لك لجمهور الهلال. أسألكم بالله اكتبوا لي في الكومنت، الشرع كم حلل؟ 4. والله انا اشهد اللي قال الاتحاد حاد، الاتحاد حاد. 4 يا وجه الله، اشهدوا يا مسلمين. الهلال خسر 4. والله اني ما اتشمت ولا اقلل من قيمة الهلال، لا الهلال فريق كبير، ولكن الاتحاد لابد ان الناس تنصفه. السنة هذه الاتحاد حاد. الدوري يبى الاتحاد، السيناريو ماشي، الدوري يبى الدوري يقول للاتحاد تعال خذني شلني انا ابيك، والاتحاد بيجي وبيشله. يعني مش بس اللعيبه، انت شفتوا الجماهير، شفتوا التيفوهات، شفتوا الاهازيج، شفتوا الطرب، شفتوا التفاعل. يعني من سبب فوز اليوم الاتحاد على الهلال الجمهور رقم 1. صحيح، رقم 1 ثم اللاعبين. انت متخيل ان الجمهور يمكن سوى 4 تيفوهات؟ جمهور الاتحاد انتم مره فاضيين. ايش الفضاوه هذه يا جماهير الاتحاد؟ كل شوي تيفو كل شوي تيفو. ترى التيفو مو سهل، انتم مخلينه مره سهل. وكل تيفو اقوى من الثاني. يعني شوف النضج عند جماهير الاتحاد كيف صارت تتعامل مع التيفو. كل 4 دقائق سووا تيفو. ايش الفضاوه هذه؟ ابداع يا جماهير الاتحاد. ونادي الهلال انا اعرف ذا الدروب اللي يجي خساره، والله اسيا. انا قلتها في تصريح ان الدوري بياخذ الاتحاد والاهلي السعودي بياخذ اسيا، وذاك وقت فاهم علي. فاليوم كادش والله ركب جنب قال لي علي البليهي اقعد يا بليهي.